السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل النهاردة كده لفت هنخلله مع بعضينا. بيتاكل يعني في خلال يومين كده ان شاء الله. الاول هنغسله، طبعا انا موضباه زي ما انتوا شايفين كده، حايشه منه العنق بتاع الحشيش اللي بيبقى من فوق كده، وحايشه بيبقى الراس بتاعته من هنا تمام بالسكينه وكده. هنبتدي بقى نحطه في الحوض كده ونغسله. قبل اي حاجه ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اغسله كده وبعدين اقطع واملحه، يتملح كده نحط له كيس ملح كده سليم تمام. لو حطيتي مصفى والبياتي تاني يوم بقى بتخلليه. يعني احنا النهارده هنغسله وننقعه في ملح تمام. وتحاولوا وانت بتشتري اللفت تجيبوا اللي هو راسه بتبقى صغيره، وفي نفس الوقت العنق بتاعه اللي هو من ورا ده بيبقى كبير، بس مش اللي هو كبير يعني يبقى شايف، لا مظبوط، لان الرفيع ده مش حلو قوي اللي هو بيجي في المحلول الملح وكده تمام. طبعا احنا كان جاي لنا النهارده زي ما تقول كده عربيه، بس انا طبعا ما استعملتش منه دول والباقي بقى وزعته كده. كده غسلناه. هنبتدي بقى نجيب مصفى تمام. كده خلصنا كل الكميه، نجيب بقى مصفى ونقطعه فيها. كده غسلنا كل الكميه اهي، شايفين ما شاء الله زي الورد تمام. وجبنا المصفى بتاعتنا هنقطعه كده حسب ما بتاكل، قطع صغيره قطع كبيره تمام. وهنحطه بقى، وبعد كده بعد ما نخلص كل الكميه دي هرش عليها ملح اهي. شايفين مقطعه كده، يعني باجي اقطعها كده حسب ما يعني حسب ما انت بتاكلي وحسب ما انت عايزه تقطعها. وتقطعي طبعا وسط كده اهي. ما شاء الله اللفت زي الفل، طري جدا زي الجمار اهي، يعني حوالي سنتي كده. وفي ناس بتحبه كبير فعادي برضه اهي. شايفين القطعه تبقى قد ايه. هخلص بقى كل الكميه واوريها لكم. كده خلصنا كل الكميه اللي معانا. نبتدي بقى نحط في الصينيه كده تمام، وارش عليها الملح. انت لو عامله كميه اكتر رش عليها كيس ونص، بحيث ان الحاجه الملح الحقيقي لما يكون قليل في المخلل بيخليه يدوب، انما لو مظبوط المخلل بيقعد معاكي بالسنه السنه تمام. كده نقلب من تحت ونسيبه بقى تاني يوم، واوريكم بقى يعني هبيته كده لتاني يوم واوريكم ان انا عملته ازاي. ماشي كده خلصنا كل بقى الكميه اللي معانا. نقلبه بقى كده تمام كده اهو. خلصنا بقى كل الكميه. هنبيتها بقى لتاني يوم واوريكم ان انا عملت ايه. هنبتدي بقى يعني ننشل كده من الميه اللي هي كانت بتاعه امبارح، ونحط كل الكميه اللي معانا اهي. نحاول نغطس كده اللفت، يعني ما نخليش حاجه فيه ظاهره عشان ما يصوفش منك اهي. ده الميه دي طبعا ان احنا رشينا عليه ملح تمام.
كمان شويه ميه خفيفين. بس كده بقى نغطيه بقى، وابقى اوريكم بقى ان شاء الله لما اطلعه كده وتشوفوه. اهي كده حقيقه مظبوط ما شاء الله. كده ولادي طبعا جايين من المدرسه عايزين ياكلوا، فقالوا يا ماما اعملي لنا مكرونه كده من غير صلصه اللي هي محمره بس. يا دوبك ان هي تصفر كده يبقى لونها دهبي. وكان عندي طبعا شوربه، كنت عامله محشي اول امبارح. تمام، فبغليها اهي. يا جماعه قبل اي حاجه بالله عليكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. كده احنا طفينا طبعا على الشوربه. المكرونه ما شاء الله. هنجيب حبه كمون كده بتخلي الريحه بتبقى حلوه. طبعا ما عنديش كمون مطحون، لسه جايبه الكمون دلوقتي. هنحط مثلا حبه عادي مفيش مشاكل. حبيتين كده بتخلي المكرونه بتبقى جميله. اهي تبقى طالعه بقى مفلفله مكرونه ما شاء الله عليها. وما تكتريش حاجات بسيطه لان المكرونه مش بتحتاج قعد كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.